الشخصية النرجسية دي بتبقى يعني شخصية بتبقى دايما هي شايفة نفسها تمام، وهي متخيلة ان هي محور الاهتمام وهي الصح دايما، مفيش حد صح غيرها، وديت في العلاقات وفي التعامل بتبقى مش لطيفة. والشخص نفسه لما بيبقى نرجسي بيبقى شايف الناس كلها اللي حواليه غلط، او الناس كلها اللي حواليه المفروض هي تخدمه، وهو نفسه اللي فاهم كل حاجة والصح، وبيأثر بالسلب على مشاعر وعلى الحياة بتاعت الناس اللي حواليه، اذا كان في الشغل، اذا كان في العلاقات الزوجيه، اذا كان حتى مع اولاده. فدي شخصيه صعب التعامل معاها، ولكن في الحقيقه ان احنا كلنا فينا جزء صغير من اضطرابات في الشخصيه، ولكن الشخصيات ممكن تتحور. يعني الشخصيه النرجسيه دي بيبقى هو شخص ممكن انت لو شفتي في حياته الشخصيه حد اتكلم مع الشخصيه النرجسيه دي نفسها، هيلاقي ان حياته الشخصيه فيها حاجات كتيره قوي، ضغوطات وظروف صعبه جدا، هو قاعد يحاول يتخطاها بان هو يعني ايه، يحاول يقوي في نفسه بس باسلوب مش مظبوط. فالكلام مع الشخص نفسه ممكن تلاقيه هو نفسه مكسور من جوه، وبيحاول يعمل كاموفلاج للكسره بتاعته دي، بان هو يعني ايه، باين ان هو جامد وقوي وانا فاهم كل حاجه وانا عارف كل حاجه، في حين ان في جوه جرح. فهو نفسه محتاج ثيرابي، ومحتاج حد يفهمه الغلط، ومحتاج ان هو يعني يبقى عارف ان في مشكله. هو نفسه لو ما عرفش بيبان من التعامل، الناس اللي حواليه بيبان ان مراته مش حابه تتعامل معاه، اصحابه مش حابين يتكلموا معاه في الشغل، شايفين ان هو ارجنت، وشايف دايما ان هو قراره صح وهو كلامه صح. فواحده واحده بيبتدي يخسر الناس اللي حواليه. فلازم ان هو يبقى فاهم ان انا في مشكله، والواحد دايما لما بيبقى عارف ان في مشكله بسهوله ان هي تتحل. لكن لو واحد شايف انا تمام وزي الفل ومفيش مشكله، برغم ان كل حاجه خربانه حواليا، ساعتها مش هتتحل. فانا اول خطوه في العلاج ان اعرف ان في مشكله للشخص نفسه. لو عرف ان في مشكله، ساعتها ممكن يروح لثيرابيست، يروح لدكتور، ويحاول يبقى فاهم ايه الغلط جاي منين، وايه اللي وصلني لان انا ابقى النوعيه دي من الشخصيات، وازاي اصلح كده. الشخصيات بتتحور، هي للامانه ممكن ما تتغيرش 100%، يعني شخصيه نرجسيه تقلب شخصيه عاطفيه، انما بتتحور. يعني في شخص نرجسي ولكن بقى واخد باله ان هو انا عمري ما هقول كلمه تجرح اللي حواليا، هبقى فاهم اللي قدامي، هبقى مراعي مشاعره، مراعي ظروفه. لما هاجي اتكلم في احتمال ان انا اطلع غلطان، مش دايما انا الصح، مش دايما انا اللي فاهم كل حاجه، احاول ان انا اسمع اكتر بتكلم. ساعتها الحاجات دي لو الواحد مشي عليها، الشخصيه تتحور، هتبقى شخصيه مقبوله ان هي تبقى في النور. لان لو واحد ركز في موضوع الشخصيات دي، هي دي يعني حاجه لطيفه جدا، وفي العلم بتاعها ودراستها جميل جدا. الواحد يحاول يبقى فاهم اللي قدامه، ده منطوي شويه، ده مرح، دوت يعني نرجسي، وهكذا. ده عاطفي. الواحد بيبقى فاهم الناس بتتصرف ازاي، ولكن كل واحد فينا فيه جزئيه في الشخصيه بتاعته فيها مشكله، ولكن مش للدرجه اللي هي تبقى مكرهه الناس فيه. انما الشخصيه النرجسيه دي بالذات مشكلتها ان هي فعلا بتخسر الناس اللي حواليها، هي بتبقى متخيله ان هي دايما الصح والناس هي اللي مش فاهمه. لكن وانس ان هو عارف الغلط يقدر يصلحه. ده بالنسبه للشخص نفسه. بالنسبه للناس اللي حواليه بقى، تتعامل معاه ازاي؟ هي تفهمه ان في حاجه غلط، انك انت الاسلوب اللي انت بتتعامل بيه ده غلط. مره، في الثانيه، في الثالثه، ممكن يبقى الامور واضحه بالنسبه له. ولو مش واضحه للاسف، التعامل مع الشخص دوت بيبقى صعب، ودوت بيعمل اضطراب في الحياه الاجتماعيه وفي الحياه الاسريه وفي الاصدقاء وكده. يعني هيجي في يوم الشخص ده هيعرف ان هو غلطان. بس الافضل ان هو يعرف بدري عن ان هو يعرف متاخر بعد ما يخسر كل الناس اللي حواليه.